السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم في خير وفي احسن حال يا رب باذن الله. فيديو النهارده ان شاء الله اقوى ميزانية شهرية ب 2000 جنيه. هعمل لكم ميزانية شهرية ب 2000 جنيه. للناس اللي بتطلب الميزانيات والناس اللي نفسها يعني تقدر تمشي بال 2000 جنيه بتوعها. الناس اللي معاها 2000 جنيه بس هو مرتبها وهو المصروف بالشهر بتاعها، وعايزة تشوف تمشي ازاي بيهم في يعني بعد الغلاء دوت وغلاء الاسعار وكده. فهنقول على شوية افكار ان شاء الله، افكار كده وحيل علشان تقدري ان انت تمشي بال2000 جنيه طول الشهر، تجيبي لحوم ومنظفات وبقوليات وتجيبي كل خزين بيتك وتجيبي مستلزمات السوق كلها، وفي نفس الوقت كمان هتحوشي. هنحوش من ال2000 جنيه وهنعمل ميزانية حلوة قوي، ميزانية قوية ب2000 جنيه، 2000 جنيه في الشهر. بس يلا بقى قبل ما نبدأ في الفيديو ونقول الأفكار بتاعتنا ونقول هننظمها ازاي وازاي هنوفر وازاي هنحوش وازاي هننظم الميزانية ديت ونمشي عليها. متنسوش بقى تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا رمز الجرس علشان اي فيديو يجيلكوا بيه اشعار على طول. الميزانيه اللي انا عاملاها ديت عاملاها لاربع افراد، اربع افراد بس عندهم تموين، يعني عندهم بطاقه تموين بياخدوا بيها زيت وبياخدوا بيها سكر. فبند السكر والزيت دوت خارج الايه، خارج الميزانيه، لكن في حاجات تانية هنقول عليها كتير. طيب اول حاجه، اول ما تاخدي ال2000 جنيه من جوزك بتوع المصروف بتوع الشهر او مرتب الشهر، اول حاجه تعمليها تروحي شايله منهم 100 جنيه على جنب في الحصاله اللي احنا قايلين عليها. يبقى انت كده هتشيلي من ال2000 جنيه 100 جنيه. ال100 جنيه دي بتاعه التحويش اللي انت ايه هتحوشيها، عشان اتفقنا ان احنا هنحوش من ال2000 جنيه. حد هيستغرب، معلش احنا هنحاول برضو نظبطها، هي نعمل حاجه غاليه بس احنا ايه هنحاول ان احنا في اضيق يعني هنلمها كده على قد ما نقدر، بحيث تبقى شامله لك كل حاجه، شامله يعني الميزانيه تبقى شامله كل حاجه في البيت عندك، حتى التوابل هتجيبيها، كل حاجه هتجيبيها في البيت ان شاء الله. فيلا بينا بقى. اول حاجه قلنا هنشيل 100 جنيه من ال 2000 جنيه، هتعتبر ان انت واخده من جوزك 1900 جنيه، هم دول اللي هنمشي عليهم طول الشهر. طيب احنا هنقسم الميزانيه بتاعتنا لقسم منظفات وقسم بقوليات وقسم لحوم وقسم ايه خضار السوق، علشان نقدر ايه نحدد مبلغ لكل قسم من دول. اول حاجه معايا البقوليات ديت انا عامله لها 345 جنيه. طيب هنجيب ايه بقى بيها؟ هتجيب يا ست الكل 5 كيلو رز، الكيلو مثلا ب 28 جنيه، هيبقوا عاملين 140 جنيه. يبقى انت تستهلكي في الشهر مثلا 5 كيلو ايه، 5 كيلو رز. ممكن ال5 كيلو رز دول تجيبي ايه طبعا الرز بقى ب 28 وفي 29 وفي 30، فابو 28 كويس جدا حلو قوي، وممكن كمان تلاقيه في مكان تاني ارخص. فممكن تجيبي لك من هنا 5 كيلو رز، او تجيبي 4 كيلو ونص مثلا رز ونص كيلو شعريه، او 4 كيلو رز وكيلو شعريه. اصبح ان انت ايه الرز 140 جنيه. طيب هتجيبي ايه تاني؟ هتجيبي 3 كيلو مكرونه. 3 كيلو مكرونه استهلاكك بقى في الشهر، هتقسميهم بقى زي ما انت عايزه منهم مثلا لسان عصفور، عايزاهم كلهم مكرونه. المكرونه بكام؟ المكرونه ب 24 جنيه، في كل حته ب 24 جنيه، يعني ال 3 كيلو هيبقوا عاملين ايه 72 جنيه. هتجيبي لك 3 كيلو مكرونه، تشكليهم بقى، عايزاهم مثلا سباكيتي، عايزاهم اقلام مثلا عشان تعملي منهم بشاميل، زي ما انت حابه بقى ايه، وزي اولادك ما بيحبوا، عايزاهم مثلا منهم للتحمير، زي ما انت ايه، زي ما انت حابه. وهتجيبي ربع كيلو عدس اصفر، عشان طبعا تعملي مره كده كشري اصفر، ومره هتجيبي ربع عدس بجبه عشان تعملي ايه مره كده ايه كشري اللي هو الكشري المصري. يبقى مره هتعملي الكشري الاسكندراني اللي هو بالعدس الاصفر، ومره هتعملي الكشري المصري اللي هو بالعدس بجبه. أو العدس بجبه دلوقتي الربع كيلو عامل 10 جنيه، والاصفر عامل 12 جنيه الربع كيلو. هتجيبي لك نص كيلو سمنه، عشان بقى ايه يبقى جنب الزيت اللي انت بتجيبيه من التموين. نص كيلو سمنه قولي مثلا ايه ب50 جنيه، يعني الكيلو ايه، الكيلو ب100 جنيه، بس في اماكن بتبيعه ب90 جنيه، فانا عاملهولك على اساس ان هو ايه الكيلو ب100 جنيه، فهتجيبي لك نص كيلو سمنه ب50 جنيه. وهتجيبي نص كيلو فول مدشوش، عشان تعملي بيه طعميه، عشان الفطار، عشان العشاء، عشان اي حاجه من دي، ب10 جنيه. ربع كيلو فول مدشوش ب10 جنيه. ونص كيلو فول مدمس ب20 جنيه. تمام كده. وهتجيبي 2 كيلو دقيق، علشان لو هتعملي بقى ايه حاجات للفطار، هتعملي مثلا كيكه، هتعملي بيتزا، ميني بيتزا، هتعملي معجنات، هتعملي حاجات للفطار او للعشاء، او لو انت مثلا جايبه سمك وعايزه تعفريه بالدقيق، فعندك 2 كيلو دقيق ب 40 جنيه، عشان الكيلو عامل 20 جنيه. خلاص جبنا الدقيق وجبنا كل حاجه. هتجيبي بقى ايه التوابل، ناقص لك ايه التوابل بقى اللي هي فلفل وملح
هتجيبي اكياس ملح، وهتجيبي مثلا فلفل اسود وكمون وحاجات من دي، هتجيبي لك ب 30 جنيه توابل. يبقى اصبح كده احنا عملنا الميزانيه بتاعه البقوليات، عاملينها ب 345 جنيه. خلاص كده دول هنركنهم على جنب. هنيجي عند ايه القسم التاني اللي احنا عاملينه، اللي هو بتاع المنظفات. المنظفات احنا هنعمل فيها ايه؟ احنا حاطين لها 100 جنيه. ال 100 جنيه ديت هتجيب منها بقى ايه؟ كليب يجيب منها كلور عشان مثلا لو الغسيل وكده. هتجيب منها سلك مواعين، هتجيبي منها صابون المواعين نفسه اللي هو البريل. بس هتجيبي الحاجات دي كلها سايبه، الحاجات دي كلها من عند الصبانه، لان لو جبتيها من الهايبرات والسوبر ماركت والكلام ده هتقطع معاكي كتير. اول حاجه هناك بقت غاليه جدا، فاحسن حاجه ليكي عشان الميزانيه تظبط معاكي ان انت تجيبي المنظفات دي كلها ايه سايبه من عند الصبانه. بتبقى ارخص بكتير جدا، وبيبقى ساعات الصبانه عامله عرض مثلا يوم مثلا الثلاث او يوم الاربع، يديكي مثلا 2 كيلو صابون وعليهم كيلو هديه. في صبانه عندنا يعني هنا بتعمل كده، يديك 2 كيلو صابون وعليهم كيلو هديه. او مثلا كيلو الصابون اللي هو البريل يعني لو ب5 جنيه، يبقى عامله مثلا ايه ب4 جنيه كده، يعني يبقى منزل في سعره. فانت هتجيبي بال100 جنيه ديت منظفات، هتجيبي زي ما قلنا سلك وكلور وبريل، وهتجيبي بقى ايه كيس اوكسي للغسيل كبير كده اهوت، وتجيبي عليه كيلو كيلو يعني رابسه كده سايب اللي هو برده من عند بتاع المنظفات، وتخلطيه على بعضه بحيث ان هو ايه يرمي كميه معاكي وفيره كده اهوت، وفي نفس الوقت يبقى سعره قليل. فخلاص كده خلصنا المنظفات وخلصنا البقوليات. هنيجي بقى عند ايه؟ عند اللحوم. طبعا بما ان اللحوم غاليه والحاجه غاليه والميزانيه طبعا احنا قلنا مقسمينها ومظبطينها كده على قد ال 2000 جنيه، علشان تمشي كده هو يعني ايه بستر ربنا. هي ان شاء الله تمشي بستر ربنا، لان الحاجه اصلا كلها غاليه. فانت حطي قدامك ان انت لازم تمشيها زي ما احنا قلناها كده هوت، يعني ايه تجيبي الحاجه على قد ما قلنا، علشان يعني ال 2000 جنيه او ال 1900 جنيه اللي احنا قلنا عليهم يظبطوا معاكي. فاللحوم بقى هنعمل ايه؟ اللحوم انا حاطه لها ايه يعني بتاع 610 كده، 610. هتجيبي ايه يا ست الكل؟ اللحمه دلوقتي اللحمه في بصي في كل الاماكن دلوقتي بقت موجوده، بقت كل ما امشي في كل مكان الاقي اللحمه دي موجوده. اللحمه 250 جنيه، بقت منتشره كتير جدا. بقت موجوده في كشاش كده اهوت معموله. بقت موجوده عند الجزارين، بقوا حاطين النوع اللي هو ب 400 والنوع اللي هو ب 250. بقت موجوده في كل حته، ما بقاش في مكان يبيع لك ابو 250 ده بس، لا كل مكان، في كل مكان وكل منطقه وكل حته فيها اللحمه ب 250 جنيه. هتجيبي لك كيلو مفروم، عشان المفروم طبعا هيرمي معاكي. هتجيبي كيلو مفروم ب 250 جنيه، ده اساسي. اللحمه المفرومه اساسي في الميزانيه بتاعتنا. اي ميزانيه تعمليها لازم فيها لحمه مفرومه. ليه بقى لحمه مفرومه؟ اللحمه المفرومه دي هتطلعي منها وصفات كتيره قوي. هتطلعي منها مثلا صينيه مكرونه بشاميل بربع كيلو مثلا مفروم، هتطلعي منها صينيه كوسه بالبشاميل، هتطلعي منها صينيه مثلا بطاطس باللحمه المفرومه، هتطلعي منها وصفات كتيره جدا. ممكن تاخدي ربع كيلو مثلا وتروحي مخلطه عليه مثلا شويه برغل، وتروحي عامله كفته مثلا، يعني كفته كده مره كده ايه للولاد بربع كيلو. فاصبح ان اللحمه المفرومه دي ممكن تعمل معاكي من 4 ل5 وجبات. يبقى الكيلو هتجيبيه ده هتستخدميه استخدامات كتيره قوي. هتجيبي ايه تاني؟ هتجيبي نص كيلو كبده فراخ. كبده الفراخ تقريبا ب 120 جنيه لو انت هتجيبيها كبده صافي. لو هتجيبيها كبد وقوانص بتبقى ارخص. هتجيبيها بقى وتحبشيها بشويه بصل، تحطي لها بتاع نص كيلو بصل على قرنين فلفل على طماطميتين. هتبصي تلاقي ما شاء الله النص كيلو بتاع الكبده بتاعت الفراخ بقى ما شاء الله كيلو معاكي. يعني هتاكلي وما شاء الله والعيال ايه تاكل وتهيس كده هو زي ما بيقولوا. البانيه هتجيبي لك نص كيلو بس بانيه ب 100 جنيه. ممكن بقى ده مره تعمليه كفته، ممكن مره تحمريه الولاد كده على نفسهم في بانيه مره مثلا ياكلوه وكده يعني. هتجيبي لك فرخه. الفرخه دي هتبقى حلوه كده ايه في حدود ايه 200 جنيه كده اهوت، يعني هتجيبيها مثلا 2 كيلو الا، مش هتجيبيها 2 كيلو، انتوا عارفين الفراخ طبعا غليت. فهتجيبيها في حدود ايه 2 كيلو الا كده اهوت، فهتقطع معاكي ايه 200 جنيه. فاصبح ان انت هتمشي نفسك بالكميه اللي احنا قلنا عليها دي بتاعه اللحوم، هتمشي نفسك بيها طول الشهر. يبقى اكلت عيلك لحمه وفراخ ومفروم وبانيه وكبده، نوعت لهم في كل حاجه هم هياكلوها من الايه من اللحوم، نوعتي بس كميات قليله. فمش مهم الكميات، المهم ان انت اكلتي عيلك الحاجه اللي نفسهم فيها. خلاص كده خلصنا بند اللحوم والبقوليات والمنظفات من الميزانيه ام 2000 جنيه بتاعت الشهر. بقى عندنا ايه السوق. السوق هيتبقى معاكي 605 جنيه، يعني 600 جنيه وعليهم 5 جنيه.
كل اسبوع هتخلي 150 جنيه لايه؟ للسوق. السوق ده بقى ايه؟ ميزانيته اسبوعيه، ان انت كل اسبوع هتنزلي السوق، هتنزلي بتجيبي طماطم، تجيبي خيار، تجيبي فلفل، تجيبي لك نص كيلو جبنه قريش عشان الفطار. طبعا احنا قايلين على دقيق فوق ده، ممكن تعملي منه حاجات للعشاء، تعملي منه باتيهات للعشاء، او تعملي منه مثلا بيتزا للعشاء وللفطار، وقايلين فول مدمس، وقايلين طعميه للفطار برضو، فما نسيناش الفطار ولا العشاء. فال 150 جنيه دول هتنزلي بقى تجيبي اي نوع خضار انت عايزاه، هتجيبي بصل، هتجيبي بطاطس، هتجيبي طماطم، هتجيبي خيار، هتجيبي فلفل، بتنجان، اللي انت عايزاه. فعندك الاربع اسابيع ب 600 جنيه. كده اصبح ان انت عملتي الميزانيه الشهريه كلها اهي معاكي ايه بال 2000 جنيه اهي. لو انتوا بقى عايزين تصوروها تاخدوها سكرين او تكتبوا ورايا كده اهوت، يا ريت تجيبوا ورقه وقلم وتكتبوها، عشان فعلا هتفيدكم قوي ان شاء الله باذن الله. هتحاولوا تظبطوها، يعني حتى لو التظبيط بتاعي ده مش عاجبكم فيها، انتوا هتظبطوها برضو بالطريقه اللي انتوا شايفينها. هتشوفي عيالك بتحب ايه اكتر وتجيبيه، هتشوفي ايه اللي ينفع مع اولادك وتجيبيه. فاكتبي اللي انا قلته ده كله، وابداي ان انت بقى ايه، راجع عليها بطريقتك وظبطيها بطريقتك وحسب ما اولادك بيحبوا وحسب ما بيتك ايه بيحتاج. بس فدي كده كانت الفيديو بتاعي، ودي كانت الميزانيه بتاعتي اللي انا عاملاها لكم ب 2000 جنيه، ميزانيه شهريه ب 2000 جنيه، ما شاء الله توفر معاكم وتخليكي تحوشي. بس يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم بقى ما تنسوش بلايك، تكتبوا لي كومنت حلو قمر كده زيكم، فيه دعوه حلوه منكم كده اهوت، ولكم بالمثل ان شاء الله. بس ولو عجبكم الفيديو بقى يا ريت بقى ما تنسوش اللايك وتفعيل الجرس، علشان اي فيديو ينزل يجيلكم باشعار على طول. واشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع الف سلامه حبايب قلبي.